لو انت شغال على الافتر افكت على بروجكت وعايز انك تبعته للكلاينت نفسه كاوبن فايلز موجود فيه كل الملفات المرتبطه بالبروجكت، فازاي نعمل كده من جوه الافتر افكت نفسه بكل سهوله وببساطه، وفي نفس الوقت ازاي ان احنا نقدر نحاول نقلل من حجم الاوبن فايلز دي قبل ما نبعتها اذا امكن. ده اللي هنعرفه في الفيديو بتاعنا النهارده، فيلا بينا نشوف هنعمل كده ازاي. تمام، احنا حاليا جوه البروجكت بتاع الافتر افكت مثلا على سبيل المثال، فكل اللي علينا ان احنا نعمله في الوضع الحالي ان احنا بنيجي من فايل وبعد كده بنضغط على dependencies وبنختار collect files. ده المفروض ان هو بيسيف البروجكت على وضعه الحالي الاول، وبعد كده بيقول لك الملف نفسه لما هيجي يتحفظ كاوبن فايل هيبقى حجمه قد ايه وهتحفظه فين. ففي الوضع الحالي هو قال لك ان في 35 فايل وهو حجمه 2.1 جيجا بايت. تمام، فاحنا مش هنحفظ على الوضع الحالي عشان احنا هنحاول ان احنا نقلل من حجم الاوبن فايل الاول. طبعا الموضوع ده ممكن ما ينفعش في كل الحالات لو الملفات اللي احنا هنحاول نقللها دي مش موجوده، او بمعنى اخر لو انت مستخدم كل الملفات الموجوده في البروجكت ساعتها الخطوه دي ممكن ما تظبطش قوي، ولكن واجب التنويه ان انتم ممكن تجربوها. فهنرجع تاني من فايل، بعد كده بنختار dependencies وبنختار remove unused footage. هيقول لي افتر افكت مثلا مسح من عندي حاليا 15 فوتج انا ما استخدمتوش في البروجكت ده، وهنلاقي القائمه من على الجنب هنا ناقصه العناصر اللي فيها. هنيجي تاني برضو فايل dependencies وهنختار بعدها reduce project. هيقول لي المره دي في 56 ايتم were not used في الوضع الحالي مثلا، فهنلاقي برضو القائمه قلت اكتر من كده. بعد ما خلصنا هنعمل على dependencies again وبعد كده نضغط على collect files. هنشوف المره دي لازم برضو ان هو يسيف على الوضع الحالي، ففي الوضع الحالي هقول له سيف عادي خالص. هتشوفوا الحجم بدا يقل، بقى عندنا حاليا 6 فايلز بس موجودين في البروجكت عندنا، والحجم نزل من 2.1 جيجا بايت ل 220 ميجا بس. فكل اللي علينا ان احنا نعمله بعد كده ان احنا بنعمل كولكت، بنختار المكان اللي هنحفظ عليه. مثلا انا ممكن احفظ على الديسكتوب وبعد كده بقول له سيف. حرفيا هو كده خلص كل حاجه في ساعتها، وبعد كده بعد ما بيسيف الاوبن فايل بيفتح لك الفولدر نفسه اللي هو موجود فيه الاوبن فايل اللي هو حافظه لك. وزي ما شفت الموضوع كان سهل وبسيط جدا، فلو عجبكم المحتوى اللي انا بعمله ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكل الناس المهتمه بيه، واشوفكم في فيديوهات جايه. بس كده.